السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة أحبابي الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. وينكم وش أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس ناس كل. كيف العادة نبدو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بديت لكم الفيديو من البارح سهريتي تاع البارح وركشتي. عملت تيزانة في الليل وكل كيك بتاع البسيسة اللي عملته معاكم البارح، ان شاء الله يكون عجبكم. وعدتكم باش نكتب لكم المقادير. يا اخي نسيت والله، مش نسيت، راني تلهيت. تو تشوفوني اليوم وش عملت وتو تعذروني. تو نكتبها لكم بقدرة ربي ونحطها لكم في تعليق مثبت. المهم هذيك ركشتي تاع البارحة على روحها، ما صورت لكم شفتوا الصباح اليوم، اما دخلت طول في الموضوع. بالطبيعة لهنا بعد ما مشوا البنات يقروا فطرت وقصدت ربي، عملت على ربي باش نعمل ديكور للصالة. حصيلو بيتا نكنبصلو وبيتا نخمم فيه كيفاش باش نعمل، كيفاش باش ندور، كيفاش باش نقد. المهم المرة هذه قلت لازمني نعمل ديكور ماهوش ما يهمنيش فيه يجي مزيان ولا ماهوش مزيان. المهم اني نبدا مرتاحة في الصالة، نبدا ما نعرفش. كيف ما شفتوا المرة اللي فاتت كيفاش هكا الماء اللي دخلوا كل شيء، وعلى اساس باش يجي تاع الالومنيوم يركب الراكليت في الباب. يا اخي ما جاش حصيلو لازمنا نزيدو نستنى حتى يكمل الشتاء، يخرج الشتاء ومن بعد يعمل ربي شوف يجي شوف لا. المهم بديت. المهم لهنا والله شوفوا نقولكم حاجة، ساعات الواحد هكا بأبسط الأشياء بحاجات هكا بسيطة يبدل نفسيته من يعني حالة لحالة أخرى جملة. أنا ما نعرفش عندي قديش من نهار هكا شهية إني نبدل الديكور، خاطر بالحق أنا راني إنسانة ما نحبش نبقى في نفس الديكور برشا. نحس روحي نعرفش كيفاش في ساعة نحس روحي هكا نقلق ولا كيفاش. ماذا بيا ديما نبدل، ديما نعمل يعني تجديد حتى ولو بحاجات البسيطة اللي عندي، مش لازم نمشي نشري ولا لا عادي اللي عندي ندور حتى نبدل حتى كرسي من جهة لجهة أخرى. نحس النفسية تبدلت والجو تبدل في الدار وكل شيء حصيله. المهم هيا قلت حاجة وحويجة، منها نبدل الديكور عندي برشا ما بدلتوش، منها نشوف حلول للحاجات اللي معناتها متعبتني في الصالة. وأول حاجة هي الباب تاع البورتفونيتر هذيك اللي ملغي ما يتحلش، قلت خليني نلقى له حل باش يولي يتحل ونولي نجم مثلا هكا كي تصب المطر نولي نجم نخرج لك البارتي اللي تحت الدروج ونسيقها. وخاطر هي اللي تلم فيها برشا ماء. وقلت لعل يجي معناتها الراجل على الأقل باش ما نبقاش نجبد في الفروشات قدامهم ونجبد في الدبش وكل شيء هن معناتها تبدأ كل حاجة متاحة، نسهل الحركة المهم في الدار وكل شيء. المهم هاكم تشوفوا فيا كيفاش حصيل وجبد منا حط منا دور منا. تو تشوفوني كيفاش ساعة دخت وحدي والله دخت في الديكور حصيلو. هذاك الخيط اللي ثم شكون قالت لي خيوط الضوء في اللوطا والماء راهو مش خيط ضوء، هذاك راهو الخيط تاع الويفي وما يجرى له حتى شيء، خاطر هو ديجا مغلف كيف ما تعرفوه، وزيد شطر وراو الفوق في السطح منه للشمس والمطر وكل شيء، معناتها مش وكلي مثلا حاجة خطيرة ولا يفسد ولا لا هو مصنوع سبيسيال كيف هكاك متاع يقاوم معناتها الماء والشمس وكل شيء. المهم
هذاك التوضيح معناتها وضحته لصديقتي انه هو ذاك راهو ماهوش خيط ضوء اللي شافته، هي شافته وقتها في الصالة هكا يدلدل وكل شيء. هذاك مثلا حاجة من الحاجات اللي نورمالمون ما يجيش كيف هكاك ديجا عنده حتى هو بلاصتو، عنده بلاصتو متعدية الانستالاسيون متاعو في الحيط الداخل، اما ما جاش الالكتريسيان باش يكمل باش يكمل يعديه. خلوهولو التليكوم وقتها كيف جو ركبوا، خلوهولو طويل على اساس باش يجي يركبوا. يا اخي ما رجعش، ما نعرفش علاش. المهم جيت لهنا حصيلو لهنا دخت ماشي في بالي التلفزة الخيط متاعها ماهوش باش يوصل للبلاصة هذيك، تصيري نزيد نعاود نرجع حصيل وقتكم لا انا قريب باش نمد رجليا ونقعد فيها كيف هكاك. بعد يا اخي هاني سلكته ورجلته وتعدى وصلحت التلفزة في البلاصة هذيك. هيا قلت هذيك اول حاجة، اول خطوة ارتحت منها انها التلفزة راني بالحق من بيت نكمبص فيه الديكور ذا، بيت نعمل فيه في مخي البارح قاعدة هكا ونقول هذيك تو نحطها من وذيك نجرب نحطها من وذيك نحطها من. قلت هيا انا نجرب، ويا فيها صلحت يا فيها نرجع كل حاجة كيف ما كانت وكهو عادي. انا راني هكا عندي نحب نجرب، نحب نشوف نعملها الساعة البلان هذاك نعمله في مخي الساعة وندرسه في مخي، ومن بعد نقول هاي خليني نجربه، كان صلح ما صلحش نرجع كل حاجة كيف ما كانت ويا ناس ما كان بأس. يا اخي الحمد لله الحق والله. شوفوا مرة الأولى هكا مانيش مقتنعة بها يعني برشا برشا، أما قلت يعني هاني حاجة اللي ترتحني، مش حاجة ميهمنيش في المنظر. خاطر عادي معناتها هانو اللي عندي تصرفت فيهم وحطيتهم منه والسلام عليكم. هذيك الجراية اللي أنا حطيتها كنت حطيتها على أساس باش هكا يعني لعل تحوز شوية الهواء وإلا مطر ولا حاجة. يا أخي فزتها كيكا باطل إن شاء الله بركة تجي نهارات سخونين نخلي نحطها تشيح بالقدا. خاطر كيف ما تعرفوا الجراية والأنواع هذيك كان ما تشيحش بالقدا تولي تعمل الغفان، وانا ما اكثر حاجة نكرهها الريحة هذيك تاع الغفان. المهم دورت المهمة الصالة الصغيرة هذيك دورتها من الحيط الاخر اللي مقابل. ديجا اصلا بالطريقة هذية احسن في البرودة، خاطر كي كانت في الجهة الاخرى كيف ما شفتوها الحيط الاخر محلول، نبدا قاعدة غادي وبالحق نسمة باردة على الاخر من جهة ظهري هكا. هاني جيت تجيب من غادي على الحيط ما يعني ما ثمش نسمة برشا ثم حصيل. وشوفوا اي ديكور باش نعمله لازم نلقى فيه ايجابيات ونلقى فيه سلبيات، ولازمني نتحمل يعني حتى ولو كان سلبيات بسيطة لازمني نتحملها على حسب الظرف وعلى حسب الوقت وعلى حسب الطقس وكل شيء. اذوكم لي ترانقل التو ما حنش ربي باش نركبوا الريدوات ان شاء الله ربي يفرج ربي يفرج ونركب الريدوات يا ربي. المهم هزيتهم حتى هم حطيتهم غادي في الجراج، قلت خليهم حتى ندبر الشينيول ونركبوهم. المهم عملت كنسة خاطر ما فيها حتى شيء الصالة كيف ما شفتوا جوست يعني هكا بلاصت ذيك اللي كانت فيها الطاولة من غادي قبل ما نحط التلفزة نظفتها. قلت يعني على رتيلة ولا حاجة، هي والله لا فيها حتى شيء. ديجا اصلا النهارين ذوما تسيقت للي شبعت الصالة. هاني لهنا نخزر منه ونكمبس منه ذيك وين باش نحطها وذيك وين باش نحطها حصيلو تقول باش نخترع الذرة المهم تقول علي باش نخترع الذرة غادي، وانا هاني وقفت من هاني خزرت من هاني شفت من هاني حصيلو بريسك معظم الفيديو اليوم باش نخليه لكم بصوته الطبيعي، خاطر حبيت يعني نصوره لكم ونهبطه لكم في نهاره ما نخليشه يبقى للغد ولا لبعد غد. والمهم قلت خليني يعني نعبر لكم نخليه لكم دي سيكونس هكا بصوته الطبيعي احسن.
نحسوا بالطريقة ذيك خير باش توصل الفكرة، يعني كأنكم عشتوها في وقتها. خاطر يعني اللي صورته وقتها حكيت فيه ووضحت فيه برشا حاجات ديجا. تو تلقوا برشا أجوبة على تساؤلاتكم اللي برشا. ثم حاجات سألوني عليهم، حاجات حبوا يعرفوهم، حاجات حبوا. تو تلقوا إجابتهم إن شاء الله في الفيديو. تفرجوا وشوفوا، تو تلقوا معناتها كل واحدة سألتني سؤال راني خذيتهم كلهم بعين الاعتبار، وكل جاوبتكم عليهم في الفيديو. وبالمناسبة نحب نشكركم برشا 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 برشا، خاطركم ديما تتفاعلوا معايا، تعطوني آراءكم، تعطوني نصائح. والله بالحق قديش نفرح كي نلقى كومنتاريتكم اللي سرتو اللي نلقى فيها مثلا واحدة تقترح علي اقتراح، تقول لي ذيك الحاجة تتحط منه ولا ذيك الحاجة تجي منه ولا. بالحق والله نحس روحي، نحس انكم تتفرجوا في الفيديو ومركزين معايا وش نعمل وش نقول وش. بالحق والله محليكم محليكم محليكم. ان شاء الله ربي يبارك لكم الناس الكل ولا يحرمني منكم. حصيلوا البنات مازلت ما كملتش، راني كيف ما تشوفوا حطيتهم بالطريقه هذه، ما تخزروش للفوضى، راني مازلت ما كملتش باش نزيد ننفض من غادي ونم وما نعرفش على روحي اسكو نفرش ولا لا. المهم نورمالمون العشي باش يجي تاع الالومنيوم يركب راكليت غادي، وانا اصلا قاعده نحي في الشيء هذا الكل. قلت باش على الاقل هاني تجيهم سهله باش يجي يركب لنا الراكليت هذيك غادي ان شاء الله تحوز شويه الماء. وقلت مثلا كان ما تحوزش الماء بطبيعته عنده السيركوي تاعو يهبط من غادي هكا، معناتها كي نفرش الزربيل هنا نتصور ما يوصل لهاش الماء. بصراحة الدار ماشي مفروشة، راهي بالحق تبرد بصفة غير عادية. المهم حطيتهم بالطريقة هذه مبدئيا. اول مرة نعمل ديكور ونكمله للاخر ومانيش مقتنعة بيه، ما نعرفش. المهم حطيت التلفزة من هنا، حطيت لبناك هذوما هكا. البارتي هذيك حسيتها مخلبزة داخلة بعضها، اما ما عنديش حتى حل، لازمني الحق تاع ربي ما نعرفش واش باش نعمل لهم هذوك. يمكن اصلا نحيهم من ثم جملة، مانيش باش نخليهم كيف ما تشوفوا. المهم تو ان شاء الله تو صاي ما عادش وقت، لازمني نكمل الفطور ومن بعد في العشية ان شاء الله نكمل ونصور لكم. بطبيعتي مانيش باش نفرش الا ما يجي يركب، كان جاء الا ما يجي يركب ولا يشوفوا شي باش يعمل. المهم وكهو حبيت بركة هكا نكمل معاكم شوي حتى من بعد نكمل الفيديو. الفطور هاو يطيب، عملت اليوم محمصة، مازلت ما لوحتش المحمصة، هاني باش نلوحها تو باش نرمي المحمصة. وذي حمص يطيب، روين تحب على اللبلابي، حطيت الحمص يطيب. اللبلابي كيف ما تعرفوه الباز تاعو حمص، هاني حطيت الحمص يطيب حتى يجو باش نزيد نعمل بريك. وهذا هو فطورنا، وكان نجمت ونصور لكم من بعد وقت اللي تبدا روين تحضر في اللبلابي، خاطر تحب تعملوا وحدها، وقت اللي تجي تخلط كل شيء وحدها حصيلو تعملوا. المهم والله نقعد ونرجع للديكور ماهوش عاجبني، اما كوميم الظروف تحكم. وكهو من هنا الطاولة هذه خليتها وذيك التلفزة وهكا، الظروف تحكم. وكهو خليت حصيلو الصالة كيف ما هي كيف ما شفتوها، ورجعت لهنا للفطور خاطر ديجا صاي قريب يدخلوا البنات وكل شيء. رميت المحمصة كيف ما تشوفوا، حطيت المحمصة فيك الصوص، عملتها مدبشة نودكم ولا نشاهيكم، عملت فيها شوية سفنارية شوية حمص شوية عدس شوية كرافس، برشا كرافس عملت حصيله. وهاويني لهنا جت ما شاء الله محلاه حمص، يعني جت ما شاء الله بالحق جت محلاها. المحمصة دي شرتها لي
لوزتي من عند جارتها تعمل فيها هي حسيلو اصلا البنات هذيا دياري المحمصة تاعنا معناتها. طابق ما شاء الله. نودكم ما نشهيكم تاع البرد اليوم نهار بارد ليه كان حويجة هكا جارية. ديك المحمصة سيبون حاضرة، وهذه الحمص طاب. وهذا حشو البريك، عملت بصل قصيته جويد ومعدنوس وخليتهم يتقلوا شوية في الزيت، وحطيت لهم كركم وقصيت معاهم زيتون اخضر وشوية فرماج رابي، وما نحطش بطاطا كيف ما تشوفوا. تجي البريك خفيف خفيف، راهو يجي فيه صفة بنة محلاها. فوحته بشوية هريسة عربي، تزيد تجي فيه توزويزة محلاها. ولا هنا باش نفوح هكا الحمص هذاك باش نعملوا به اللبلابي. خليني نبعد من هنا هذيا حتى نكمل. باش نحطو من باش نفوحوا نعملوا اكيد الهريسه العربي لازم لابد منها. نحط شويه هريسه عربي، شويه فلفل هذايا كالمرحي الهروس. تبعته هو فيه الثوم، اما نزيدو شويه ثوم وشويه ثوم هكا وفيح، نزيدو منه شوي. حقني حطيت من الاول برشا ثوم، اما البنات ما يحبوش الثوم وهو لبلابي ليهم هما، معناتها لازمني نحط حاجات اللي يحبوها. واهم حاجه اللي هي الكمون. كيفاش يقول السبوعي؟ كمون. عندك كبار عندك كبار، عندك كمون. الكمون نحطوا بالكدا الكمون. طول لبلابي. اي لبلابي ومحمص. تو استوعبت. تو استوعبت. ونحطوا ورقه رمد، نسيت ما حطيتهاش من الاول، اما ما يصيرش نحطوها تو، نخلوه يغلي شوي ومن بعد تو نكمل لكم روان الباقي باش تعمل باش يعملوا العظام تاعهم مروبه وكل شيء. انتم البنات هذه استيوس باش اللبلابي تاعنا يزيد يختار شوي. نشدو نرحو شوي كعبات مش الكل، جست شوي هكا باش يسيبوا كنشا تاعهم ويختار. هذه استيوس نتاع طباخة روان، شيف روان نتعلم عند ويلو. ايوه تموت على اللبلابي فتاع القصور هاويني قالت لكم لاستيوس. ان شاء الله تكون عجبتكم لاستيس متاع روان. كيف ما تشوفوا بدا هكا يختار شوي، وراني انا باش نرجع ونقول جماعه فيها وما يجيش كيف هكا اللبلابي فيها وما يجيش كيف هكا. راني انا نرجع ونقول لكم راني نعمل الحاجه كيف ما يحبوها بناتي. ديجا هما هاوينهم كيف ما تشوفوا فيه. انا ما نحبوش اللبلابي، راني ما ناكلوش. يعملوا فيه كيف ما يحبوا هما، يحطوا فيه الحاجات اللي يحبوها هما. ما نجمش نفرض عليهم حاجه هما نعرفهم ما يحبوهاش. مثلا كيف الكبار، وين قالت لي يا ماما انسي موضوع انك تقولي لي حطي الكبار في اللبلابي. حصيلوا هكا جماعة ما يجيش هكا ومشوا هكا ونانا نانا هذوما الكل راو بالحق ما مع خلوا معناتها دبايركم عندكم. خاطر انا راني كيف ما تشوفوا رام بناتي هما اللي يحبوا على اللبلابي، وهما الحاجة اللي يحبوها اكثر في اللبلابي هي العظام هذيك، العظام مروبة والتن. يعني اكثر حاجة يحبوها كان يلقوا يعملوه كان كيكة وكهو. ولو هانم لازم يحطوا الهريسة، لازم يحطوا حصيلوا نخليهم في اللبلابي. بما انهم هما باش ياكلوه نطيب لهم الحمص، والباقي نخليهم يتفنوا فيه كيف يحبوا هما. كل واحدة تحط فيه وش تحب. مثلا كيف رؤى ما تحبش العظام مروبة برشا، يعني معناتها خلوهم العظام طابوا شوي، سيرتو الابيض طاب هكا شوي. هذيك المحمصة، هذيك البريك بتاعنا، هذايا فطورنا.
اللبلابي تاع السبوعي نودكم ولا نشاهيكم. ديجا لهنا اصلا يخلطوا، كل وحده تقول لها عندك كبار، عندك كمون، عندك المهم صبيت لهم الصوص هذيك. هي اللبلبي انا ما نحبوش، خاطر فيه العظام المروبه ذيك وكل شيء، والخبز منفخ وكل من الحق تاع ربي. الله غالب، الدنيا اذواق، كل واحد ياكل اللي يحب، كل واحد وش يحب. هاني نعمل لهم هما شهوتهم ونعمل لي انا حاجه ناكلها وكهو. صبينا زيت زيتونه غادي، يحبوا زيت زيتونه بالقدا، صابوا زيت زيتونه الهريسه الصوص هذيك سقوا بها. وهنو هي بالحق أكلة كاملة متكاملة، بالرغم من بساطتها ومكوناتها البسيطة إلا أنها تحسوها غنية على الآخر على الآخر على الآخر. بالحق أنا نفرح كي ياكلوها البنات، خاطر ديجا فيها كل شيء، فيها العظام، بروتين، فيها تن، فيها كالحمص، زادة حاجة باهية، وتتاكل سخونة هكا تدفيهم في الشتاء وكهو. الحمد لله على نعمة ربي. هذه النتيجة كيفاش جت الصالة هكا حطيتها هذيك من غادي. وتو نفهمكم كيفاش ثم برشا ما همش فاهمين حكاية الماء منين قاعد يدخل. باهي ريتو هذية، هو الماء نورمالمون عنده السيركوي متاعو يدخل من غادي يتعدى هكا. هذيك علاش انا حاولت نحط الصالة في الجهة هذيك باش كي يهبط الماء يهبط من غادي تحت لبناك ويتعدى غادي ما يمسش. نورمالمون الزربية ما تتمسش نورمالمون حسب التقريب. بالطريقة هذية الزربية ما تتمسش. باهي حاولت نعمل الديكور هذا باش كان صبت المطر ودخل الماء نولي نخرجه من هنا، ما نبقاش نجيبه من غادي، نجيبه من هاك نسيق هذي كل هاك، نولي نسيق هذي كل حتى نخرج لبرا. باهي هكا نورمالمون وضحت لكم وعليش حطيت الديكور بالطريقة هذي. الماء منين قاعد يدخل؟ اول حاجة الباب هذا حتى ويبدا مسكر والريدو هابط، حتى كان يبدا الريدو هذايا هابط للاخر. من هنا ثم فراغ كبير من اللوطة، شوفوا كيفاش الفراغ هذاك فراغ كبير. الماء يهبط يجري وزيد الصالة مصلوبة هكا، الماء يهبط ديريكت يجري من غادي. باهي تقولوا لي كيفاش وكيفاش. لهنا عندنا الدرجة هذية واطية كيف نقولوا، ما نعرفش كان قلت لكم الدرجة هذية من هنا شوفوها كيفاش ونهاي. هاي كي تتعبى البلاصة هذية بالماء تصب برشا مطر. اليوم هاي صبت مطر اما ماهيش معبية، كي تتعبى يولي الماء يدخل من هنا. فهمتوها الحكاية كيفاش؟ هذيك هي وعلاش الماء قاعد يدخل للدار. والجهة هذية اللي قالت لي ثم اخت قالت لي وعلاش ما عملتوهاش شباك، هي نورمالمون على اساس هذه باش تكون يعني قاعده هكا، نحطوا طاوله وكراسي لهنا وتحت الدروج تجي بلاكار هكا تجي هذيك كلها بلاكار وكل شيء. اما الله غالب يعني زربنا الوقت والظروف ما سمحتش وكل شيء. من هنا الدروج ما نجموش نعملوها شباك، خاطر لازمنا نجول البارتي هذه من هنا، لازمنا بائب، ما لازمش معناتها نسكروا عليها كومبليتمون. فهمتوها الحكايه كيفاش؟ هذاك الدروج من غادي، هذاك باب المدخل كان جت شباك وذيه من هنا ماهيش موجوده، ندخلوا من غادي نجول البارتي هذي. اما بما انه الدروج من هنا وهذيك هك ما نجموش نعملوها شباك، خاطر باش تتسكر هذه نولوا ما نجموش نستغلوها جمله البلاصه هذه. وانا نحب نستغلها، نحب نعمل فيها لهنا يعني نكملوها هكا، نعمل
طاولة وكراسي منا، وهذه قلت لكم كلها تنجم تولي بلاكار، وإلا معناتها تحت الدروج هذه راهي تولي بلاكار عالمي. غير الله غالب، هذه الجرية كنت حطتها لهنا على أساس باش تحوز شوية المطر يا أخي. تنفخت وتهلكت هكاكا من غير ما لا حازت المطر لا حتى شيء. إن شاء الله نكون وضحت لكم كل شيء. هذه اللهنا هاويني الدرجة هذيك، كان جت الدرجة هذه عالية أعلى من، وإلا هذه البارتي تجي هابطة لوطة شوي، ما يتعديش الماء، خاطر عنده ديجا لهنا عاملين له، رانا نورمالمون عاملينها هذيك حشاكم وحش قدركم، عاملين السيفونة هذيك باش يهبط الماء ديريكت يمشي يخرج منها. وعلاش انا توا هاني حليتها البارح كي صبت برشا مطر، حليتها وخليتها محلولة كيفكيكا باش الماء يخرج فيسع، ما يبقاش معناتها يتعبى غادي ويدخل للدار. وهكا هو ان شاء الله نكون وضحت لكم من نقاط التساؤلات اللي عندكم الكل. وهكا هو ان شاء الله يكون كل شيء واضح عندكم. هذه الديكور كيفاش ولا، هذه الصالة كيفاش ولت هكا. لما حالة مانيش مقتنعة به 100%، اما هذه الديكور تاع مبدئيا تاع ديباناج. المهم اني معناتها الحاجات اللي توا ترتحني، مشي الحاجات اللي مزيانة. توا انا اعطيني المنظر، اعطيني قصدي انا توا اعطيني راحتي، مش المنظر اكثر حاجة. حصيلو هكا هو مسكروا الباب هذا، واكثر حاجه يعني براتيك في الديكور هذا انه الباب هذا يولي يتحل ويتسكر بسهوله. معناتها نجم نخرج لهنا، نجم ننظفها، نجم نسيقها، نجم نرجع الماشين نغسل غادي، ولو اني صعيب شوي معناتها ابرك كومي. المهم نمشي به روحي نهارات، وان شاء الله ربي يفرج وكهو. الحمد لله على كل حال. وهذا هو حبيت نوضح لكم، يعني نعيشكم الحالة كيف ما عشت، كيف ما عيشتها أنا. وهكا هو عوينو، هذا الديكور النهائي اللي عملته. تجي من هنا الطاولة، طاولت الفطور، ومن غادي هذيك الصالة قاعدة الصغرونة، ومن هنا هذه التخلبيزة الكبيرة ذي هي اللي منعرفش على روحي كيفاش باش نقبلها، خاطرني بالحق ما نحبش هكا برشا باش في نفس البلاصة، ما نعرفش. المهم هذاك كل مسحت له غبرته، مسحت الدنيا معناتها كل، ونظمتها وكهو. وبعدك التعب ذاك والنهاير اللي تعدى عليا، كملت غسلت الماعون، لميت الكوزينة، مسحتها حتى هي عملت لها مسحة. ما كملتش صورت، خطرني صي ما عادش في، لازمني نزرب نكمل ونقعد كهو، لازمني لهنا نعمل ركشة. حضرت قهوة عربي كيف ما تشوفوا، عملت قهوة عربي واكل كيك متاع البسيسة طبخيرة باش نحسوا هكا بالجو دفا وكل شيء. حطيت الرشوب حذايا. المهم ركشة هكا تاع العشوية، وهكا تعدى نهاري. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون يعني الجو معايا عجبكم. كيف العادة ما تنسوش الجيمات والكومنتات، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله نكون جاوبت كل واحدة على اي تساؤل في راسها، اي حاجة خمت فيها، اي حاجة اقترحتها علي، واي سؤال سألته نكون جاوبتكم بكل رحابة صدر وبكل أخوية. نحبكم برشا برشا في الله، لأنكم انتم حطيتوا ثقتكم فيا وتفرجتوا، وكل واحدة حطت لي كومنتير مزيان، ربي يبارك لها. كل واحدة حطت الجيم، نقول لك ربي يبارك لك، وربي إن شاء الله يجعلكم كلكم وخياتي وكلكم أصحابي معناتها على وجه الله.
ان شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة كيف يقولوا، وجو جديد وفيديو جديد، وتصبحوا على خير الناس الكل.